السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي الأمل لتعليم صناعة المنظفات. وإن شاء الله النهاردة درسنا هو تصنيع الكلوركس الألوان. طبعا احنا هنصنع 5 لتر. طبعا في البداية هنستخدم 10 جرام من التايلوز. بعد بسم الله نبدأ نوزن 10 جرام من التايلوز. نبدأ نصفر الميزان ونوزن 10 جرام من التايلوز. كده معانا 10 جرام من التايلوز. هنبدأ في الأول، احنا عملينا 3 كيلو مية. دي المية المستخدمة معانا 3 كيلو، 3 لتر يعني. هنبدأ نرش التايلوز مع التقليب. أهم حاجة نرش مع التقليب السريع عشان خاطر التايلوز ما يكلكعش مننا. طبعا بعد ما حطينا التايلوز معانا هنا 10 جرام خل مركز، خل خام يعني. هنبدأ نضيفهم. أهم حاجة يا جماعة لازم يكون لابسين جوانتي ولا حاجة، إن الخل الخام ده مركز بيحرق في الإيد. نبدأ نضيف 10 جرام. ريحته يا جماعة نفاذة جدا كمان. طبعا بعد ما ضفنا الخل هنقلبه كويس جدا. طبعا فوائد الخل هنا يا جماعة هيثبت اللون في الملابس وهيثبت لون المنتج كمان. طبعا بعد 10 جرام من الخل هنحط 70 جرام من التكسابون. انا معايا هنا 70 جرام من التكسابون، يا اما هنقلبه خارجي ونضيفه يا اما هنضيفه على طول. انا هنا هضيفه على طول وهقلبه. بعد ما ضفنا ال 80 جرام معانا هنقلبهم كويس جدا. وهنا يفضل نتركهم حوالي نص ساعة يدوبوا تماما. بس انا طول الفيديو هشتغل على طول. طبعا ما التكسابون معانا هنجيب معانا 80 جرام من ملح الليمون. هنبدأ نوزن 80 جرام من ملح الليمون. عفوا يا جماعة البرد عامل عمايله معايا، دعواتكم بقى. نبدأ نوزن 80 جرام من ملح الليمون. كده معانا 80 جرام من ملح الليمون. هنبدأ ندوبهم بشوية مية. طبعا انا شايل كيلو ميه على جنب غير ال 3 كيلو دول، هشتغل منهم واخف منهم الخامات، زي مثلا لو عايز اقلب الملح واقلب اي حاجه بملح الليمون. طبعا نبدا نقلب ملح الليمون كويس جدا. طبعا ملح الليمون شديد الذوبان في الماء. طبعا اسم العلمي حمض ستريك او ستريك اسيد. بعد ما دورناه كويس هنبدا نحطه مع التقليب. طبعا بعد ال 80 جرام ملح الليمون هنبدأ نوزن معانا 85 جرام من الصودا السائلة. طبعا الصودا السائلة هتعادل ملح الليمون والخل اللي احنا حطيناه. طبعا كيلو ملح الليمون بيتعادل بكيلو صودا سائلة، والخل معانا بيتعادل 360 جرام صودا سائلة. طبعا احنا معانا 85 جرام. نوزن ال 85 جرام.
صفر الميزان وموزنهم. عفوا الميزان اتعلق. ايوه تمام كده. نبدأ نوزن 85 جرام. هما زادوا معانا، نبدأ نكب الزيادة. معانا 85 جرام من الصودا السائلة كده. هنبدأ نحطهم مع التقليب. طبعا بعد ال 85 جرام من الصودا السائلة معانا 100 جرام من الأكسجين. طبعا يا جماعة الأكسجين اسمه العلمي هيدروجين بروكسيد، وهي دي أهم مادة معانا في الكلوريكس، هي اللي بتعمل على تفتيت أصعب البقع. هنبدأ نضيف الأكسجين مع التقليب. نلاحظ أهم حاجة يا جماعة نبعد هنا إن الأكسجين مادة حارقة للإيد والبشرة. هنضيفهم بالراحة كده بعيد عن إيدينا، وهنقلبهم كويس جدا. بعد كده يا جماعة هنحط اللون، واللون هنا يفضل فوشيا لون الشركة أو لون أحمر. طبعا يا جماعة هو يفضل حمضي، علشان المنتج معانا هنا هنقيس البي اتش بتاعته، هنخليها 5، وأقول لكم كمان شوية ليه هنخليها 5. نحط نسبة اللون بتاعتنا، نسبة بسيطة جدا يا جماعة اهوت. طبعا أهم حاجة يا جماعة نقيس البي اتش على 5، لأن طبعا معانا هنا الأكسجين ما بيشتغلش إلا في الوسط القلوي، والوسط بتاعه بي اتش 5 بيتفاعل معاه وتقدر تستفيد منه بنظافة أعلى. هنبدأ نقيس البي اتش. طبعا يا جماعة البي اتش معانا هنا على 6 زي ما انتم شايفين، يا رب تكونوا شايفين كويس. البي اتش معانا هنا 6، فهنبدأ ننزله سنة بسيطة جدا بملح الليمون. هنبدأ ندوب شوية بسيطة من ملح الليمون. سنة بسيطة جدا اهي من ملح الليمون. كده كفاية. وهبدأ أدوبهم في مية. عفوا يا جماعة الكاميرا اتحركت. وهبدأ أضيف سنة بسيطة مع التقليب. وهبدأ أقيس البي اتش تاني. البي اتش معانا 6، فاضل سنة بسيطة. يا جماعة نبدأ نقيس البي اتش تاني. شوف البي اتش. طبعا البي اتش معانا هنا يا جماعة وصل ل5 زي ما انتم شايفين، وصل ل5. طبعا بعد ما وصلنا البي اتش ل5 هنا، لو عايزين نحوله لاوتوماتيك كده المنتج معانا خلاص كده عادي، كلوريكس الوان اللي على الغسالات العاديه. طبعا لو عايزين نحوله لاوتوماتيك هنا هنحط 10 جرام من الانتي فوم. وطبعا معانا الفورمالين 10 جرام فورمالين ماده حافظه. طبعا انا مش هحط الفورمالين انا دلوقتي على خاطر انا معيش كمامه، فانتوا تحطوا الفورمالين بقى. طبعا الريحه هتتحط تاني يوم من وضع الفورمالين. واحنا هنا هنستخدم ريحه ياسمين او ورد، الريحه اللي تحبوها. كده يبقى معاكم 5 لتر كلوريكس الوان عالي الجوده، فعال جدا في ازاله اصعب البقع. طبعا لو عجبكم الفيديو دوسوا اعجاب واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد من الامل لتعليم صناعه المنظفات. واهم حاجه دعواتكم لينا، لان احنا بنعمل ده كله علشان خاطر دعواتكم.
اوعوا تنسونا من دعواتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم أحمد.